السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في حلقة جديدة في القعدة المحلية من قناتكم كرة في الميزو. نحب نبدأ النهاردة حلقتنا ان شاء الله بان احنا نقدم واجب العزاء للكابتن محمد الشناوي في وفاة والده. داعين ربنا ان هو يتغمده بوسع رحمته وانه يرحمه ويجعله من سكان اهل الجنة ان شاء الله. ربنا يرحمه. نخش بقى على انترو كرة في الميزو القعدة المحلية. ورجعنا لكم تاني نخش نتكلم النهارده على بيراميدز والمصري. شفت التعادل بتاع بيراميدز والمصري ازاي، والكلام اللي اتكلمته لك في اول حلقه في اول قعده لما قلت لك ان بيراميدز لما هيخش في البطولات الكتيره هتحس ان هو متدرب. انا قلت من السلف البيراميدز هيعمل موسم مره كده، فاهم؟ انا قلتها اقسم بالله كذا مره. بيراميدز السنه دي هينافس على المركز الثالث كده ولا الرابع، مش اول وتاني. ايوه انا والله انا قلت الكلام ده برضه في القعده المحليه تقريبا اللي فاتت لما انت كنتش موجود. قلت ان بيراميدز دخل في كذا بطوله، فلما بيراميدز هيخش في كذا بطوله الفرقه ديت بتقع، مش فرقه لسه جديده فمش هتقدر تكمل. المصري فريق محترم جدا جدا جدا. هو المصري كل سيزون كده يعني. لا بس السيزون الصراحه عاليين قوي، الهجمات بتاعتهم عاليه قوي، فارقه معاهم بس لسه بدري برضه. لسه بدري، بس البدايات بتبين لك الفرقه دي رايحه فين. الكواليتي بتاع اللعيبه على الجون الصراحه عالي عالي عالي، وبيخلصوا الكور كلها. ضربه جزاء اتحسبت لهم ضيعوها، كان ممكن يكسبوا. فانا شايف ان المصري الصراحه هيبقى عالي قوي. انا عايز بس قبل ما نتطرق بقى ونروح لبعيد، هو حكام الدوري المصريين مالهم يعني ايه موضة الطرد اللي طالعين لنا فيهم اليومين دول؟ كل ما حد يتكلم حد طرد. بنشوف في ماتش الاتحاد والاسماعيلي 3 طرد، في ماتش فاركو طرد، في ماتش مين تاني طرد، 9 طرد لحد دلوقتي. يا هو في ايه احنا ما كملناش 50 ماتش على بعضيهم. انت ايه شايف رايك على الحكام ولجنه الحكام وتنظيم التحكيم؟ مفيش حكام في مصر. انا والله مش فاهم يعني ايه مفيش حكام في مصر. الحكام يا تسب الدنيا زربيحي، يا اما مره شيكا في ماتش فاركو بيصد الكرة من بره 18 تاني. هو في ايه يا جدعان؟ هو القانون اتغير ولا حاجه واحنا ما نعرفش؟ يعني لحد دلوقتي بيصد من بره 18 وعادي يعني بتاعت عواد دي ما كانش فيه فار ساعتها. ماشي يعني انت عندك فار، ازاي اللي قاعدين جوه ما شافوهاش؟ يعني مش فاهم. والكرة طرد هجيب لك الصوره كده. الكرة جت في ايده، في ناس قالت لك جت في صدره مش عارف، لا هي الكرة جت في ايده والحكم مش محتاج فار. الحكم يعني على بعد بتاع 3-4 متر. الحكم ممكن ما يشوفهاش، بس بتاع الفار المفروض ازاي يرجعها. الحكم ما يشوفهاش؟ ممكن يكون لعيب مغطي عليه الرؤيه، فاهم؟ بس الفار يجيبها يعني انا مش فاهم يعني هو في ايه التحكيم المصري ده بينا من سيء لأسوأ. بعد كده يجي في الاخر رابطه الانديه تقول لك ده التحكيم احنا بنتطور وبنعمل وبنسوي. هو ايه ده؟ ايه التحكيم المصري على مدى سنين كتير قوي قوي قوي، يعني انا مش فاهم. ماتش الاسماعيلي الاتحاد يحصل على اول 3 بونت ليه السيزون دوت باداء مخيب للامال الصراحه، مع انه كان ماتش كبير قوي. شفنا الاتحاد والاسماعيلي هجمات سريعه، هجمات من اللي قلبك يحبها، خطوره على المرمى من الناحيتين، ماتش رايح جاي. بس الاتحاد كسب. يعني انا مش عايز اقول بظلم تحكيمي للاسماعيلي، بس الاسماعيلي فريق جامد قوي 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 الصراحه. جابوا جون بس مش عارف هيتلغى ازاي. ما اعرفش الجون اتلغى ازاي. يعني. غريبه 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 غريبه. عندهم الولد الدح دوت عامل موسم عالي قوي مع الاسماعيلي صح. الثلاث ماتشات اللي لعبهم عالي قوي 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 مع الاسماعيلي. مش هيعمل حاجه برضه. ده هو المشكله انه مش عامل حاجه. المشكله ان الاسماعيلي كل سيزون تلاقيه بيلعب حلو، بس في الاخر يتعرض لظلم تحكيمي بقى. لا. هو ده مستواه. لا هيفضل كده على طول. والله هم لعبوا حلو قوي. بس هل شايف اللقطه الجدليه بتاعت
الجون اللي اتلغى طرد احمد سامي من غير داعي. هم عندهم جون، بس هو جون سليم بس مش عارف اتلغى ليه، يعني مش اوفسايد ولا اي حاجه. بقول لك ما فيهاش اي حاجه. طرد احمد سامي، بعد كده بنشوف طرد للحارس بتاع الاسماعيلي، بعد كده طرد في اخر الماتش خالص لحد وقف 3 ماتش احمد سامي. ليه بقى كل لما التحكيم برضه ده يعني مش فاهم؟ هل دلوقتي الحكم لما حد بيزعل ولا حد بيكلمه فخلاص انذار في طرد انذار 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 في ماتش فاركو الراجل اللي اداله انذار فبيسقف له، يعني سقف له قبل اداله انذار تاني في طرد على اساس هو بيسخر منه يعني في ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم. نيجي بقى لاخر حاجه، الزمالك. يعني باقي الماتش اساسا في الجوله خلصت 0-0 يعني او تعادلات. فنيجي للزمالك. ومعنا الزملكاوي هيقول لنا مجنون خوان الفن. ايه خوان الفن؟ لسه بدري يا جدعان عليك يعني. بس الولا لمسته ايوه باينه، لمسته حلوه وباينه، بس لسه بدري. سامسون اول ما جه برضه جاب جون هنا وهنا لسه بدري. ابو جبل شفته ايه ازاي؟ ابو جبل اللي هو عمل ده ايه ده؟ مستوى الطبيعي. هو من بعد الماتش بتاع 2020 ده ابو جبل اعتزل. ابو جبل اعتزل كرة القدم من بعد ماتش 2020 بتاع نهائي افريقيا. هو بجد بجد ايه الجول ده؟ ايه الجول؟ ايه الوقفه هو في حارس بيقف كده؟ انا مش فاهم الصراحه. هو ده مستواه بقى يا جدعان، ما حدش يلومه. شفت ازاي الصفقات الجديده؟ ادم كايد، شيكو بانزا، عودية دبابة. انا شيكو بانزا ده الصراحه مش مقتنع بيه الصراحه. انا شيكو بانزا ده مش لا مش هو مش وينج الزمالك. يا راجل ده انت كان عندكم مصطفى شلبي. مصطفى شلبي الجزء الثاني. يا راجل ده انت وسامسون شيكو بانزا ده مصطفى شلبي الجزء الثاني. انا مش مقتنع بيه الصراحه شيكو بانزا. ليه يا عم؟ الراجل بيأدي وبيلعب وبيعمل اللي عليه يعني. لا مش حاسه. عودية دباغ وعادي. لا لسه بدري. عودية لسه برضه ما طلعتش قماش المكان. ادم كايد لمسته برضه حلوه في الكوره فاهم. عمل شوط تاني كويس امبارح، بس كان ناقص بس ينشف شويه. الفيزيكال عنده عايز يعلى شويه. انا عندي علامه استفهام عايزك توضحها لي. مهدي سليمان ليه كل ماتش بيطلع بره القايمه خالص؟ يعني حتى مش بيقول على الدكه. مهدي سليمان كان مقدم سيزون خرافي مع الاتحاد السيزون اللي فات. انا مش عارف ليه جايبينه. ايوه ما انا عايز بقى يعني ليه؟ مش عارف الصراحه، حاجه غريبه يعني. طب ليه ما سبتوش يلعب حتى؟ يعني انت لا جبته. هو جه فاهم، كان عواد هو الاساسي. فبعد كده في التمرين قال لك صبحي اللي هيلعب. بعد اول ماتش بقى ثبت على صبحي، وصبحي مقدم بقى مستويات جامده يعني الصراحه. بس مهدي سليمان يعني 3 ماتشات داخل فيه جون يعني حلو. بس المنطق بيقول ان مهدي سليمان جاي يلعب اساسي. لا مش شرط، خلي بالك. بس يعني على اللي قدمه مع الاتحاد السيزون اللي فات لا شرط ان هو يلعب اساسي. انا شايف صبحي الصراحه. مش عارف الصراحه، بس كتوتال شايف الزمالك عامل ازاي السيزون دوت؟ يانيك فيريرا، جون ادوارد، منظومه الزمالك. احسن صفقه جون ادوارد ده اقسم بالله. والله احسن صفقه السنه دي عملها الزمالك يعني. واسمه ايه ده؟ الفينا يعني جاي شويه فاهم. بس انا حاسس ان اخوان الفينا دوت هيبقى الفيزيكال بتاعه هياخد اصابات كتير. ممكن. اقول لك ده لسه متصاب امبارح. لسه شويه عليه. اقول لك يعني عايز يشوف اكتر. هيبان في نص السيزون كده ولا حاجه. يعني الجون الاول ده اقسم بالله عبد الله السعيد اللي عمل الجون ده، مش خوان الفينا، ده عبد الله السعيد. انا عايز اقول لك ان عبد الله السعيد لما يكون فايق الزمالك بقى في حته ثانيه يا جدعان اقسم بالله. الباص اللي باصاه بس الوقت حلك من باص يعني الكوره في نص الملعب تمام. 2 ضاغطين عليه، عدى من الاول وعدى من الثاني وبيعافر ولعيبه تشيب من فوق اللعيبه وزيت له ده الجون. ايوه صح بس 70% من جون عبد الله السعيد. خوان الفينا دوت تحسه في ايه؟ عارف ايه؟ ريحه مصطفى فتحي، ريحه ايمن حفني، اللعيب اللي عنده اللمسه ديت اللي هتاثر مع الزمالك. فانا شايف ان خوان الفينا الصراحه لو كمل مع الزمالك خوان الفينا بزيرة هيودي ناحيه تانية. عايز برضو اسالك على حاجه تانية. في واحد مفكرنا القطمه دي في السندوتش جعان. عايز اسالك على حاجه تانية. بما ان القعده المحليه التانية هتبقى السبت الجاي او هتنزل يوم الاحد يعني، فالسبت الجاي لما بنصور هيبقى لسه مخلصين ماتش الاهلي وبيراميدز. شايف توقعاتك لماتش الاهلي وبيراميدز دوت هتبقى رايحه فين؟ هيبقى عامل ازاي؟ الاهلي بدفاعه اللي متدمر اللي كلهم في المستشفى دوت، مفيش دفاع عندنا، بالهجوم اللي انت مش ما تعرفش امام عاشور مش هيلعب، بيراميدز اللي احنا بنشوفه بتقدمه.
عايز ادي اعجابي بفيكتور دا سيلفا دوت الصراحه. والله العظيم الولد دوت جامد قوي، وكان نفسي يجي الاهلي، ولا بن شرقي بقى ولا تريزيجيه مع احترامي ليهم. يا بس عم بن شرقي يعني فيكتور دوت والله العظيم لعيب قوي. شرقي مش هيجي زيه الصراحه. شايف الماتش دوت هيروح على فين؟ خصوصا ان هو كمان اتنقل من القاهره للملعب زي السلام، الملعب المعاق ده. شايفه تعادل ان شاء الله. ليه؟ انا بتمنى تعادل. لا اختلاف انك بتتمنى، انت شايف الماتش هيروح على فين كتحليلك يعني باللي انت شفته؟ هيكون في جوان كتير فاهم، وهيكون الماتش رايح جاي ما بين الفرقتين، هيكون جيم مفتوح مش هيبقى متقفل خالص، ولا بيراميدز هيقفل ولا الاهلي هيقفل، الاثنين هينزلوا فاتحين الملعب. بس انا شايفه برضه هيعتمد على نتيجه الاهلي قدام غزل المحله. الاهلي هيلعب بعد بكره قدام غزل المحله، فانا شايف الماتش بتاع غزل المحله ده هيحدد كتير قوي من ماتش شكل بيراميدز. يعني لو الاهلي كسب هيبقى 7 بونت بالتساوي مع بيراميدز وليه ماتش، فهيبقى هينزل ضاغط بقى، هو عايز بقى ينفرد بقى، يبقى هو معدي بيراميدز عشان ايه؟ يحاول بقى يكلر القال من بدري خالص بقى، عشان ايه ما يحصلش موضوع السنه اللي فاتت. بس لو الاهلي بقى اتعادل بقى ولا خسر لا قدر الله ولا حاجه، فاحس ان الاهلي بقى هيبقى مهزوز بقى، مش ما فيش ثقه والله. مفيش الكلام ده. انا حاسس السيزون دوت ان الاهلي الصراحه اقل موسم فني انا شايفه للاهلي. الاهلي يتعادل الماتش بعده يكسب 10 ولا 9. لا والله مش شرط، والله مش شرط، بس انا عمري ما شفت الاهلي بيتعثر من ماتشين ورا بعض. هتشوف الدوري اخر مره امتى دي؟ حصلت امتى اخر مره تفتكر؟ والله ما تفتكر. ما افتكرش ما حصلتش. غير مثلا بص قاعد يفكر. 2014. بص قال لك 2014 بتاعت الزمالك لما اخد الدوري، ما اكيد قعدت تتأثر. لا يا عم مش الدرجه دي يا عم لا يا عم، الاهلي ساعات في ماتشات كده بيقعد يتعادل فيها ماتشين 3 ورا بعض والله. الموسم اللي انت خدت فيه 2 دوري ورا بعض ده 2020 و2021 او 2020 و21 و21 22 هم دول اخدوا الاهلي. بس انا حاسس ريبيرو الصراحه مش مدرب الاهلي يعني. والله سباك والله ومالوش كلمه. أيوة. ضعيف الشخصيه فعلا والله اقسم بالله. بعد الماتش اللي فات ده اكد لي كل ده. مش مدرب الاهلي خالص ديانج يعني. لعب، بن رمضان لعب، تريزيجيه لعب، بن شرقي لعب، زيزو لعب. الخمسه دول الجمهور كان بيتكلم عليهم يلعبوا مع بعض اقسم بالله. تاني ماتش لعبهم هم الخمسه. بس دوت يعني ده الطبيعي. لا ده مش طبيعي. ما ينفعش تلعب تريزيجيه وبن شرقي وزيزو عادي. وبن رمضان كل ده في نص الملعب. ما ينفعش. وظفهمش. بص ما وظفهمش والله. تريزيجيه شويه يروح شمال وبن شرقي شمال، الدنيا سايحه. المدوره يعني انا في هجمه شفت تريزيجيه وبن شرقي على الاثنين على الشمال. ليه؟ هو بقى متحفظهم حاجه في التمرين، المدوره ما بينهم دوت. لا هنا دلوقتي ايه لسه بقى ما تعودوش عليها، يعني هم لسه ما تعودوش عليها. دي حاجه بقى ترجع لهم هم. الميكس ده مش هيلعب مع بعضه تاني. الله اعلم. بس انا شايف ان اهم واحد فيهم هو ديانج الصراحه. انا قلت الكلام دوت. ديانج الصراحه فرق قوي يعني، قوي هو مش مقتنع بديانج. مش مقتنع بديانج. ما ده اللي يقنعك بقى ان هو ما ده اللي يقنعك بقى ان ريبيرو اللي هو مفيش شخصيه صفر الصراحه، وحاجه صعبه يعني. نشوفكم بقى ان شاء الله في القعده المحليه الجايه بعد ماتش بيراميدز، وان شاء الله نبقى كسبانين ماتش بيراميدز. سلام.